واللي يعمل لك كل مشتقات الألبان والجبن من الحليب والحليب وبس، من غير إضافة منفعة ولا زبادي ولا حتى خل ولا ليمون، ويديكي أفكار عشان تخبزي وكمان تطبخي من مصل الحليب أو الشرش اللي غالباً معظم الناس بترميه. أنا عارفة إن كلامي قد يبدو كنوع من السحر والشعوذة، بس تابعي الفيديو للآخر واحكمي انتي بقى، ساحرة ولا مستحرة؟ يلا بقى هاتيلي كام طاجن حلو كده عندك على قد كمية الحليب اللي هتستخدميها. سخنيهم كويس قوي في الفرن، وهم سخنين صبي فيهم الحليب اللي جاي لسه طازة من عند اللبان، وما تستخدميش اللبن المبستر، وده لأن اللبن المبستر كله متشال خيره ومتضاف له حليب بودرة، فمش هيديكي النتيجة اللي هتشوفيها دلوقتي. في فرن سخن بس مطفي رجعي الطواجن بتاعتك تاني وسيبيهم كام ساعة كده بس في الحر اللي احنا فيه ده، هتلاقي الحليب راب وربط وعمل طبقة قشطة رهيبة بالشكل ده. شيلي القشطة بقى كده على جنب علشان دي بجد كنز، سواء هناكلها لوحدها كده مع عسل أو حلاوة، عشان بيكون طعمها ساور كده وبيعمل كونتراست يجنن، وطعمها بيبقى مختلف تماما عن طعم القشطة اللي بنشيلها من وش الحليب المغلي. القشطة دي كمان بجمعها في الفريزر، ولما تتكون عندي كمية كبيرة منها بضربها بمضرب بيض أو حتى مضرب يدوي أو في الكبة لحد ما تفصل بالشكل ده. ساعتها هعملها كور بإيدي، وهي دي الزبدة الطبيعية اللي بنشتريها بأرقام غريبة دلوقتي. ولو خدت الكور دي وسخنتها على نار هادية قوي مع ذرة ملح صغيرة، هحولها لسمنة بلدي مرملة ورهيبة، واخد كمان منها مرتة. والمرتة دي اللي ما يعرفهاش حاجة كده شبه الجبنة بس بطعم مكرمل، أحلى كتير قوي من الجبنة. بتتغمس بالعيش أو بنحمر بيها البط أو الحمام أو الفراخ البلدي عشان ناخد طعم عالمي. هبقى أقول لكم على طريقته في فيديو منفصل إن شاء الله. أما عن السائل اللي بينزل بعد فصل كور الزبدة ده، فده طبعا ما بيترميش، بنضيفه للرز أو للرز المعمر أو بنعجن بيه أي عجينة أو معجنات في الدنيا، بيبقى تحفة. نرجع بقى للبن الرايب اللي شلنا من على وشه القشطة، ممكن تاكلوه كده كبديل للزبادي أو تضربوه في الخلاط مع ذرة ملح عشان يتحول معاكوا لأحلى لبن رايب. وممكن كمان تضيفوا للبن الرايب ده أي فاكهة فيتحول معاكوا لزبادون. كل ده ممكن ومتاح، وممكن كمان تصفوه في شاشة عشان تاخدوا أحلى زبادي يوناني، أو تضيفوا له شوية ملح وتسيبوه يتصفى مدة أطول لحد ما يبقى عندكم الجبنة التحفة دي. ممكن تتقطع وتتاكل قطع بالشكل ده، أو ممكن كمان تكوروها زي اللبنة كده وتغطوها بكفر من البابريكا المدخنة أو الزعتر السوري أو حبة البركة. ومش قادرة أقول لكم بقى مين في الأطعمة دي أحلى، لأن الموضوع بجد رهيب رهيب، لازم تجربوه. لو هتاكلوها على طول طازة بطازة كده، وده المتوقع طبعا، هي ما بتستناش، حطوا على وشها شوية زيت زيتون بالشكل ده. أما لو عايزين تحتفظوا بيها تحطوها في برطمان وانزلوا عليها بزيت زيتون كده، وطبعا زيت الزيتون ده بيعاد استخدامه مرة تانية ما بيترميش. بجد يا جماعة، وأنا مش هتكلم كتير، بعد ما تجربوا الجبنة بالطريقة دي لا يمكن هتقفوا على تلاجة الجبنة طوابير تاني عشان تشتروا حاجات مليانة أمراض وغالية بعد ما تاكلوا الجمال ده. بصوا كريمي ورهيبة ازاي، وسهلة جدا في الفرد على الساندوتشات مع شوية زيت زيتون وكوباية شاي بالنعناع كده، وهتحسوا انكم في الجنة. الغريب في الأمر بقى إن تاني يوم لما سيحتها في الميكروويف ادتني المطة اللي تجنن دي. فهل ده ممكن يكون مشروع تصنيع جبنة موتزاريلا بطريقة جديدة؟ ده اللي هتأكد منه واعمل لكم بيه فيديو قريب إن شاء الله. ممكن تاخدوا الجبنة دي كمان وتضيفوا لها قطعة من الجبنة الريكفور بالشكل ده مع شوية من شرش اللبن ورشة ملح، عشان تحولوا قطعة الجبنة اللي بقت بالشيء الفلاني دي لبرطمان جبنة كريمي يجنن زي ده. الجميل في الموضوع بقى إن الجبنة الريكفور بالطريقة دي مش بس مثالية للسندوتشات أو فوق العيش المحمص، لا ده انتوا ممكن كمان تستخدموها كديبنج للفراخ أو المشويات، ومش قادرة أقول لكم على جمالها. ولا بقى لما تضيفوا لها شوية سان درايد توميتو أو طماطم مجففة منزلية الصنع اللي عملتها في الإير فراير في ثواني، وبشوية طماطم ما كملش تمنهم 9 جنيه، عملت برطمان بيتباع دلوقتي حرفيا ب90 جنيه، وطعمها أروع 100 مرة من الجاهز. الجبنة دي كمان مع شوية زيت زيتون ورشة حبة البركة في التغميس بحتة عيش محمص هي الأكلة المقربة إلى قلبي، وكفاية بس منظر الألوان أظن بيتكلم لوحده.
وعلى فكرة تقدري تضيفي أي نوع جبنة غالي تاني، مش شرط الجبنة الريكفورد بس لو انتوا ما بتحبوهاش. وممكن كمان تضيفي تركي مدخن أو زيتون أو بسطرمة، أي حاجة في الدنيا نفسك تكتري كميتها ضيفيها وهتاخدي طعم لا يمكن تتخيليه. أما عن شرش اللبن بقى، فانتي مش هتستخدميه في عجن وخبز أحلى معجنات وبس، لا ده انتي كمان هتسقي بيه الرز، فيبقى عندك رز بشعرية بطعم ونكهة الرز المعمر. ده غير ان احنا برضو ممكن نعمل بيه رز معمر، وممكن كمان نستخدمه كمحلول للتخليل. مش قادرة اقول لكم بيدي المخلل طعم ونكهة مميزين جدا ازاي. من الاخر كده بقى انا عايزة اقولك في مقولة جدتي الله يرحمها كانت دايما تقولها لنا، وهي لم النعمة تلمك. المقولة دي معناها عبقري للي يفهمها. عايزة اقول لكم ان الفقر مش بس فقر فلوس، اوقات كتيرة قوي الفقر بيكون فقر فكر وكسل وقلة رأي. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.